فأذن يا أخي وافهم الأذان. المؤذن يفقه الأذان ويدرسه ويعرف ألفاظه ويعرف متى يقال الصلاة خير من النوم بالأول أو الآخر، ويعرف متى يقال صلوا في رحالكم، ويعرف الترجيع، ويحذر التمطيط، ويحذر كذلك اللحون التي تكون في الكلمات مثل حي على الصالة، مثل حي على الفلاح. الصالة وهي صالة، حي على الفلاح يعني السهراء. أشهد أن محمدان رسول الله، أي اثنان رسول الله، محمدان رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله، رسول الله. عجائب تحضر المؤذنين قد نبه عليها كثير من الناس. فالمؤذن يتفقه، من يريد الله بخير يفقهه في الدين. الحديث عن أبي جحيفة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح، وهو في قبة له حمراء من أدم. قال: فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الصلاة. قال: وفي الرواية الأخرى لأبي داود: وأصبعاه في أذنيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في قبة حمراء، وذكر قوله أصبعاه في أذنيه. والحديث عند أحمد وأبي داود وغيرها جماعة منهم، والحديث ثابت وفيه شرعية وضع الأصبعين في الأذنين. قال الشوكاني رحمه الله: لم يذكر فيه إدخال الأصبعين في الأذنين والاستدارة، وهو صحيح على شرطهما.